الآن احنا مع اخوتنا ابنائنا في اماكن رباطهم على الجبهة الشمالية، واحنا دماءنا واموالنا وابنائنا كلهم ان شاء الله في سبيل هذه الثورة. ما لنا خيارات كثيرة الا الرباط، ما لنا خيارات كثيرة الا المواجهة. هذا نظام اجرام، هذا نظام قتل، هذا نظام تدمير، هو وروسيا وايران. واحنا لا نسمع لا من المثبطين ولا من المرجفين ولا من اعوان النظام. اما الترجيف والاعلام اللي بنسمعه صباحا ومساء فهو فعلا محبط، لكن الواقع ليس كذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى. احنا معاكم، انتم ابنائنا، مش احنا معاكم، انتم معانا. الان انا في افضل حالاتي النفسيه لاني بيناتكم هون على اقرب نقطه من نقاط رباط العصابه امامنا. وهذول يعني هؤلاء الناس لا يرعون في الله ذمه، ولا لهم ذمه ولا لهم دين. دينهم وديدنهم القتل والتدمير، ولا عندهم غير هذه اللغه. لكن احنا ايضا ما عندنا ولا خيار غير انه نستمر. احنا ان شاء الله سنستمر، وحتى ميراثنا عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولا مره غزا النبي عليه الصلاه والسلام الكفار او اعداؤه وكان عدد جيشه وعتاده اكثر من اعدائه. دائما كانوا اقل عده وعتاد، لكن الله سبحانه وتعالى ناصرنا مع انه اقل بشوه. احنا ليس اقل الا بعده وعتاد، لكن احنا اكبر من كذلك. ان اخوه صاروا تحت التراب على هذه الارض، ماتوا واستشهدوا. ان ابناء، ان بيوت دمرت، ان اعراض انتهكت، وما حلب عنا ببعيد. ومع ذلك احنا بنعتبر حلب انتصار كبير، باعتراف روسيا وايران. دخلوا حي يشبه دومه في حلب، سموه حلب، لكن هو حي يشبه دومه. 3/4 حلب ايضا الريف الحلبي كله ملتهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. هاي بلاد العز وانتو رجالها، وانتو يا أحرار من أبطالها. الحقيقة شباب، انتو جيل الثورة، انتو جيل الأمة، انتو جيل العز بالكرم والمروءة والشهامة. الحقيقة انتو عم بتسجلوا أفضل مراحل الأمة اللي مرت لحد الآن. بالمناسبة هاي بشد على ايديكم وبهنيكم على انكم انتم كنتوا شعلة هاي الامة اللي شايلين الراية حتى ننتصر وتستقل سوريا. الايراني والنظام الروسي والمرتزق اللي جاي مالوش عندنا، اما انت ابن البلد وانت قد انك تحميه، واحنا معاكم. مثل ما قالوا الاخوة، احنا بخندق واحد. الحاضنة الشعبية الحمد لله كان في شوية خلل بيها، لكن الآن بعد ما صرنا على المحك صرنا نعرف إنه إيراني اللي عم يقاتلنا الكل صار معنا. بدنا نحمي أرضنا، بدنا نحمي عرضنا، بدنا نكون إحنا إن شاء الله دائما في المقدمة كل الشعب، حتى شو نستقل وتسترد كرامتنا وحريتنا. والله يعطيكم العافية والله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نشكركم بحضوركم لتفقد خطوط الجبهة، واحنا بدورنا بنعهدكم بنعهد الشعب كله انه النظام وميليشياته روسيا وايران وكل من ساندوا ما بفوت شاي الارض واحنا طيبين. الله يحميكم. وما بقدر شيء يوصل عليها، لا ينتهك اعراض ولا يدوس ارض ولا يغتصب شيء ان شاء الله. وايدنا بيدكم ان شاء الله. نوقف اقوى طواغيت العالم باللسانيات بلشانين يقتلوا بشعبنا ويشردوه. الله يجزاكم خير. الله يقويك.